لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي يحصل اللي بيحصل دوت في غرفة الملابس. الدنيا ولعانة. واحد قال للمدرب أنا لو ما شاركتش في التدريبات هروح أشتكيكوا في الفيفا وهمشي بالمجان. والتاني قال للمدرب أنا لو مش هبقى الأساسي هاخد بعضي وهمشي شهر واحد. والتاني قال لهم أنا لو مش هبقى في القايمة بعد اللي ضحيته عشان الأهلي هاخد بعضي وهمشي شهر واحد. وأول مرة ألاقي مساعد المدرب يتخانق مع المدرب بسبب المحترفين اللي المدرب مش مقتنع بيهم. ايه الكلام وايه التفاصيل في كل الدنيا ديت؟ هقول لك كل الكلام ده في حلقة النهارده، حلقة مولعة تابعها لاخر لحظة وركز في كل كلمة عشان هيبقى في سحب في نص الحلقة. ويلا بينا نبدأ. وقبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في غزة. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة، احمد عبد القادر بلغ الاداره انا لو مش هشارك في التدريبات الجماعيه بما اني متواجد في النادي الاهلي هاخد بعضي هشتكي في الفيفا. وده حقه. ليه لاعب عندك ما يشاركش في التدريبات الجماعيه؟ لازم على الاقل يشارك. عايز تدخله في القايمه دخله، مش عايز ما تدخلوش. لكن لو هو ما يشاركش اصلا في التدريبات دي حاجه صعبه جدا. وفعلا هو لو راح اشتغل فيفا الفيفا هتقول له معاك حق وهيبقى الموقف مناسب جدا معاه. فلازم الاداره تتدخل وتخلي احمد عبد القادر يشارك في التدريبات. ما يمكن يطلع منه حاجه كويسه ونستفيد منه بدل ما احنا مش مستفيدين منه خالص. انا اول مره اشوف التفكير الغريب لاداره الاهلي. تاني واحد، الشناوي قال لهم وبلغ الاداره صراحه انا لو مش الاساسي في الدوري وفي افريقيا انا همشي شهر واحد اللي جاي. قالها لهم صراحه من غير تجميل يا جماعه. الكلام ده كله من غير تجميل عشان بس نبقى في الصوره. احنا مش هنكدب على نفسنا زي بقيه الجماهير التانيه. احنا لازم نبقى جمهور صريح مع نفسه. اللي بيحصل في غرفه الملابس اول مره يحصل. ليه مش فاهمين لغايه دلوقتي؟ الشناوي بيتكلم انا عايز ابقى الاساسي، لكن المدرب بلغهم اللي في ماتش فاركو اللي جاي هيبقى الاساسي شوبير عشان حتى على الاقل يعالج نفسه نفسيا باداء كويس من الاداء الغلطات والاداء بتاعت اول ماتش. اللي انا بتكلم في الفيديو ده وانا مصدوم بصراحه من اللي بيحصل في غرفه الملابس. تالت واحد يا جماعه هو حسين الشحات. قال لهم يا جماعه يعني انا ضحيت بالفلوس وضحيت بكل حاجه عشان خاطر النادي الاهلي اجي في اول ماتش مش موجود في القايمه؟ يا عم ده انا ما اتكلمتش، خليني قاعد دكه وخلاص. لكن تشيلني من القايمه خالص ده احساس وحش بعد اللي عملته للنادي الاهلي. والراجل بصراحه هو عمل للنادي الاهلي ليه حاجات كتير حلوه مش هننكر فضله في حاجات كتير. الراجل ساعدنا وساهم معانا في بطولات افريقيا ودوري. فالراجل ليه فضل بصراحه. تحطه يا عم في القايمه ما تلعبوش لغايه ما انت كده كده محدش كلمه في تجديد ولا هيكلموه في تجديد. بس الموقف سيء ودوت عامل مشاكل. والشناوي برضو مع حسين الشحات عاملين قلق في اوضه الملابس. تمام. نيجي للنقطه اللي بعد كده. عماد النحاس حصل ما بينه وما بين المدرب ريبيرو شد بسبب عدم اقتناعات المدرب. عماد النحاس عايز يمشي مش يمشي كلامه، يمشي الكلام اللي الجمهور والاداره عايزينه. زي اللي ديانج يلعب، زي اللي في محمد هاني يقعد دكه. عايز يظبط غرفه الملابس. بس المدرب الاسباني مش مقتنع بناس كتير من ضمنهم الصدمه بالنسبه لنا مش مقتنع بالمحترفين. انت متخيل الماتش اللي فات مفيش غير محترف واحد بين رمضان هو اللي في الملعب، وبقيه المحترفين اللي انت بتجيبهم بالعافيه بمبالغ قد كده قاعدين احتياطي والمدرب مش مقتنع بيهم وعايز يمشيهم، عايز يغربل الدنيا. هتقول لي طب هو مش مقتنع بمين؟ اقول لك مش مقتنع باليو ديانج، مش مقتنع بن شرقي، مش مقتنع اشرف داري، مش مقتنع بجرادي شار. يعني الاربع محترفين دول ما لعبوش ومش مقتنع بيهم. ده في واحد اصلا ما كانش في القايمه. فهو عايز يمشيهم، في المقابل بعد ما يمشيهم عنده ناس تانية طالبها. فهو عايز يعمل تبديل، يمشي المحترفين دول عشان يجيب محترفين تانيين هو مقتنع بيهم وشايفهم هيمشوا معاه. النادي الاهلي قال له ازاي مش مقتنع بجانج؟ قال لهم انا مقتنع بقى احمد رضا. قالوا له ازاي؟ احنا لازم نلعب رقم 6. النادي الاهلي معروف من زمان لازم يبقى فيه واحد رقم 6 يقطع الكور ويبوظ الهجمات للمنافسين وياخد الكره حد عرباجي كده في نص الملعب ويروح يدافع ويطلع يهاجم. هو مش شايف ديانج مناسب للكره اللي هو عايز يقدمها، السكسي فوتبول اللي لبستنا في الحيط الماتش اللي فات وربنا يستر في ماتش فاركو. ف بالنسبه لماتش فاركو انا مش عارف، هو شكله مش هيعمل تبديلات كتيره. يعني اللي ظاهر اللي هو هيلعب بنفس التشكيله بتاعت المره اللي فاتت باستثناء قفشه. قفشه الوحيد اللي مش هينزل.
لكن بقيه التشكيله بتاعت الماتش اللي فات هتبقى زي ما هي. تمام. فالموضوع غريب بصراحه. تمام. حتى امام عاشور لسه مش هينضاف القايمه ديت، هينضاف القايمه اللي بعدها بتاعت غزل المحله، عشان خايف عليه وعايزه يكون مستعد الماتش. طبعا ماتش القمه يعتبر مع بيراميدز، فربنا يستر. كلمه السر يا جماعه اللي تدخلك السحب دي هي كلمه اكتب ملعب محمد مكي، اللي يكتبها هعرف اللي هو شاف الحلقه كلها وهيخش السحب على تيشيرت النادي الاهلي لما اوصل ل 10000 مشترك ان شاء الله. انا عايزك تكتب لي في الكومنتات انت شايف المدرب ده هينفع مع النادي الاهلي ولا مش هينفع مع النادي الاهلي. وبس كده.